رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. انا نور ودي قناتي، بتمنى تدعموني بلايك وكومنت حلو منكم. النهاردة هقدم لكم نصيحة حلوة جدا. بدل ما تقدمي لولادك سكريات كتير تهيبرهم، ولو عندك ولاد بتروح التمرين هتخليهم هبطانين وعندهم خمول جامد جدا، طب ايه رأيكم نعمل لهم نديهم السكريات اللي هم افتقدوها والكالسيوم اللي هم افتقدوه طول النهار بحاجات مفيدة. زي عندي كوبايه من البلح المتفصص اللي هو التمر او البلح متفصص، وكنت نقعاه شويه في الميه. عندي 3 من التين مقطعاهم صغير، وعندي 3 من المشمشيه مقطعاهم صغير. بس كده. حاجات دي سكريات طبيعيه. التين مفيد جدا جدا، والبلح مفيد جدا جدا. حلوة قوي ان انتي تروحي جايه مدياهم طبق او بوله على الفطار. وهنزل باهم عنصر عندي وهي كوبايه لبن مغليه. بس كده، ولا حطيت سكر ولا حطيت اي حاجه. قبل الفطار بساعتين اعمليه وحطيه في التلاجة. كل السكريات الطبيعيه هتنزل فيه وهيبقى مغذي وطعمه حلو جدا. اتمنى لو عجبك الفيديو متنسيش تحطي لايك. بصوا بقى، بعد ما تساب ساعتين في التلاجة مع اللبن السخن، بصوا لون اللبن، التين مع المشمشية مع البلح بقى كله قوام، نزل كل التسكيرة فيه عفوا، وبقى زي ما انتوا شايفين. احلى حاجة تقدموها للولاد على الفطار، مغذية ومفيدة جدا جدا جدا. اهم حاجة تبتدوا بيها تكسروا بيها صيامكم وهي المية. مهم جدا تبدأوا بالمية، بلاش سكريات عالية، بلاش عصاير. ومع بعد كوباية المية الطبق التحفة اللي احنا عملناه من التين والبلح واللبن، طبق صحي ومفيد. وزي ما قلت لكم لو انتوا عندكم ولاد في التمرين هيبقى الطبق ده مفيد جدا ليهم وصحي ليهم جدا، وهندخل في جسمهم السكريات الطبيعية. كل سنة وانتم طيبين، صياما مقبولا وافطارا شهيا. اتمنى وانتم بتفطروا ما تنسونيش بدعوة حلوة، وما تنسوش تحطوا اللايك. تنسوش يا جماعة تحطوا اللايك بالله عليكم، مش هيخسركم حاجة. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.